سناب شات، كيفكن؟ شو اخباركن؟ امبارح خبرتكن انه رجعت لنظامي القديم بلس مع الصيام المتقطع، وكثير عالم سالوني انه عن الصيام المتقطع. اذا بتفوتوا عندي على الهايلايتس بالسناب، انا عم يختفي صوتي. اذا بتفوتوا صح. اوكي صح. رجع. اذا بتفوتوا على الهايلايتس عندي على البروفايل بتلاقوا عملت لكم انه شو الصيام المتقطع وكيف بينعمل وكل هالامور. بس اذا عندكم كم سؤال مثلا عن انا شو عم بعمل، او اذا حابين مثلا اخبركم اكثر عن النظام اللي انا عم بعمله، بلشت فيه امبارح بس انه ان شاء الله رح استمر فيه لانه حابه انزل لي كم كيلو. كليين مبابي بسبب الصيام المتقطع. فايقه اليوم راسي كثير عم يوجعني. انا هلا حاليا صايمه 18 ساعه، يعني انا ما بلشت على الخفيف، على الثقيل. وفي اب نزلته بيساعدني اعرف انه انا هلا باي مرحله وقد ايه صار لي صايمه، لاني انا حطيت على الاب انه بدي صوم 18 ساعه. فحاليا كان باقي لي دقيقتين، بس خلصت دقيقتين يعني من شي ساعه. فانا لازم اكل هلا، بس رح اكل بعد نص ساعه. فرح صوم كمان شي 18 ساعه ونص ساعه. كيف بتنحسب؟ 18 ونص. اخي علق. شو النظام اللي عم بعمله للصيام المتقطع؟ ماني كتير متشدده بالموضوع، يعني عم حاول انتبه على اكلي اكيد، بس انه ما عم عد سعرات حراريه مثلا. يعني لو بنعمل هالامور، لو بعمل هالامور بكون احسن. بس الشيء الوحيد اللي انا متشدده فيه هو انه عم صوم 18 ساعه، يعني ساعات عاليه. فشو عم بعمل؟ عم باكل 3 وجبات باليوم، الفطور الغداء والعشاء. امبارح مثلا فطرت صحن 1 كب اوكي من البيريز، من كل انواع التوت، التوت الاحمر الاسود والبلو بيري كمان. فطرت هيك على تقريبا الساعه 1. بعدين اتغديت على الساعة 4:30، أكلت دجاج بالكريمة، وحاولت ما آكل رز. عملت رز لأنه غيث رح ياكل مع رز، بس أكلت كمية كتير، يعني معلقة سكب وحدة، نص معلقة سكب وحدة لإلي آخر شي، بس إنه لأني اشتهيت آكلها مع رز. وبالليل شو أكلت؟ شربت شوربة يقطين. فاللي أنا عم حاول اعمله اني خفف من الكربوهيدرات، عشان هيك راسي كثير عم يوجعني. خففت كثير من الكربوهيدرات، وكثير عم باكل اشياء بروتينها عالي والدهون اللي فيها عالي، فبيشبه شوي الكيتو، بس مو اني قاطعه الكربوهيدرات تماما، لا. هلا رايحه اكل مثلا سندويشة بيض اوكي فيها كاربز، بس رح احاول انه على الغداء ما اكل شيء فيه كربوهيدرات، شيء بسيط يعني، بس انه مو خبز او رز. بس والله هذا اللي انا عم بعمله. عم حاول خلي بين كل وجبه ووجبه 3 ل 4 ساعات، يفضل 4 بس عم بعمل 3 ساعات. وعم وقف اكل على الساعه 9، عم بلش 1:30 وعم وقف اكلي الساعه 9. عم باكل وجبتي على 9 وخلص، هيك لتاني يوم على 1:30. يعتبر 18 تصحيح، مو 18 ساعه، سوري 16 ساعه، صح؟ متاكد ولا 17؟ بين ال 16 وال 17، لانه ما عم بلتزم انا 100%. يعني هلا مثلا حافوت بال 17، دخلت بال 17 ساعه. المهم هذا اللي انا عم بعمله. راح اكتب لكم انا شو عم بعمل بالستوري اللي جاي، مشان انتم تعملوا له سكرين شوت. اي حدا فيه يعمل الصيام المتقطع، كثير شيء مفيد، ومو بس لنزول الوزن، فيكم كمان ترفعوا وزنكم بالصيام المتقطع. بس هو هذا النظام غير عن النزول وزيادة الوزن، كثير بيحافظ على الجسم والهرمون والبشرة وكل شيء بالجسم، بيساعد عليه الصيام المتقطع. كثير مفيد كثير، وبيسرع من الميتابوليزم، لأنه نحن كل ما نكبر بيقل الميتابوليزم، فوقت نحافظ عليه بالصغر كثير نستفيد على الكبر. وله كثير فوائد ثانية يعني، ففيكم تفوتوا تعملوا ريسيرش، فوائدها كثير ما بتنتهى. رح اكتب لكم هلا اللي انا عم بعمله بالسناب الجاي.
جماعة الرياضة كتير 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 مفيدة بفترة الصيام، لأنه الحرق بيزيد تايمز 2. هلا اللي اعطيتكم اياه رح تنزلوا فيه وزن ورح تلاحظوا هذا الشيء باول اسبوع، بس مع الرياضة رح يكون لسه دبل، لسه على احسن. وامتى يفضل تعملوا رياضة؟ يفضل بفترة الصباح، اول ما تصحوا بتكونوا لسه بفترة الصيام. يعني مثلا انا امبارح فقت على الساعة تقريبا 9، رحت على الجيم على 11، كنت لسه فترة الصيام. يعني انا ببلش اكلي على 1:30، فانا من الساعة 11 لل1:30 بسموه البيك، اعلى شيء بيكون الحرق نار. فترة الحرق بتكون من 13 16 ساعة، بتكون كتير عالية، بتكون فترة الحرق كتير عالية فيه. فتخيلوا تعملوا رياضة بهي الفترة، خلص بتكونوا انتم ختمتوها. الحلو بالصيام متقطع انه هذا النظام فيكم تعملوه حتى بحياتكم العادية اليومية، يعني بدون ما تلتزموا بالاكل. اذا حابين تنزلوا وزن التزموا بالاكل، بس اذا انتم حابين النظام، لانه هو النظام فوائده اكثر من انه نزول وزن، ففيكم تضلوا مستمرين فيه. يعني هو شيء صحي بالاخير. نحن بس بنخبص بالاكل، انه بين الوجبات يمكن ناكل سناك، بالليل يمكن نقرش شوي. هي النقرشات هي اللي بتخرب نظام الجسم. اما لو مشينا الجسم على نظام معين اللي هو الصيام المتقطع، انه بتاكلوا بوقت معين، بتوقفوا الاكل بوقت معين، فالجسم بيتعود انه اوكي على الساعة 9 انا الجسم ببطل يعطيني اكل، فانا لازم بلش ب الاشياء اللي بتعملها الجسم. يعني مثلا تنظيم الهرمون، الحرق، كل هالامور ببلش الجسم يركز انه اوكي الساعة 9 بطل في اكل. لو توشوا حلو، وتتمشوا الجسم على نظام معين ترتاحوا انتوا، جسمكم بيرتاح، نفسيتكم بترتاح، عقلكم بيرتاح، كل شيء بيرتاح بالصيام المتقطع. فبحس انه ما في وقت محدد يعني، بس اذا حابين تنزلوا وزن خليكم متشددين على اكلكم شوي، ركزوا على الاكل لمدة 2 3 وشوفوا. يعني انا بوعدكم باسبوعين 3 تنزلوا لكم شيء 4 كيلو، 4 كيلو لو التزمتوا بالاكل. اذا حابين تعدوا او تحسبوا سعراتكم الحراريه، في اب اسمه ماي فيتنس بال، رح اكتب لكم اياه. البرنامج ببلاش، فيكم تحسبوا سعراتكم الحراريه، بتكتبوا انتوا الاكل اللي موجود. يعني انتوا فيكم تختاروا شو، مثلا سندويشة بيض لنقول انه عباره عن خبزه مع بيضتين مع مثلا مايونيز مع شو ما كان، فيكم بيحسب لكم اياها كلها مع بعض كوجبه كامله. قد ايه السعرات الحراريه؟ كثير سهله كثير حلوه. وكيف تعرفوا سعراتكم الحراريه؟ هلا فيكم تكتبوا على جوجل مثلا انه احسب سعراتي الحراريه، وفيكم تنقصوا منها لو حابين تنزلوا وزن، تخلوه مثل ما هو لو تثبتوا وزن، وترفعوها شوي اذا بدكم تزيدوا وزن. بس كمان رح احط لكم الفورميلا تبع انكم كيف تحسبوا سعراتكم الحراريه للبنات، انه للبنت غير وللشاب غير، بس فيكم تعملوه كله على جوجل يعني سهل. قلت لكم انا ما عم بحسب سعرات الحراريه، انا بس عم بركز على الاكل. مثلا انه لو اكلت كربوهيدرات، مثلا هلا اكلت سندويشة بيض فيها خبز، فعلى الغداء والعشاء رح احاول كثير بعد عن الكربوهيدرات وخلي البروتين والدهون عاليه. يعني كنا بنعرف البروتين شو هو والكربوهيدرات شو هي والدهون شو هي. واذا ما عندكم فكره فوتوا على جوجل اكتبوا مثلا انواع البروتين، انواع الكربوهيدرات، انواع الدهون الصحيه طبعا، مو الدهون مو صحيه، الدهون الصحيه. ف فيكم تركزوا او فيكم تحسبوا سعراتكم الحراريه مشان يكون عندكم فكره انتوا قد ايه عم تاكلوا باليوم. او بدك تحكي انت صح؟ لا عادي، يلا حكي لا خلص. اوكي نسيت. تحسبوا سعراتكم الحراريه لو بدكم تعرفوا مثلا انتوا قد ايه عم تاكلوا، او مشان تشتتوا شوي.